بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. دائما أتفكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال. وأقول في نفسي: كيف يصل المسلم إلى أن تكون الصلاة هي قرة عينه ومحل راحته وأنسه ونعيمه؟ بعد البحث وجدت ابن القيم رحمه الله تعالى قد أجاب على هذا التساؤل جوابا شافيا إن شاء الله. فقد ذكر رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا وقف بين يدي الله في الصلاة فأدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقابله، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة في نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى هذا الشيء الذي يجعل المسلم المصلي لا يشعر بكون الصلاة هي نعيم قلبه انشغال القلب. هذه القضية المهمة جدا هي التي تحول بين المسلم وبين أن يصل إلى هذه المرتبة الشريفة، وهي أن تكون الصلاة هي قرة عينه. فمن كمل الخشوع في الصلاة حصل له من جنس ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال بعض السلف: إني أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها ويضيق صدري إذا عرفت أني خارج منها. فهذا لما كمل الخشوع وصل إلى هذه المرحلة نحسبه والله حسيبه. وأنا وأنت إذا اعتنينا بالخشوع وحضور القلب في الصلاة فسنصل إن شاء الله إلى هذه المرتبة العظيمة.